السلام عليكم، السلام عليكم، عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس، الصحة لاباس، أموركم كلها تكون بخير ونعمة إن شاء الله، وربي يعم عليكم السلام والنجاح والتوفيق، إن شاء الله اللي يخدم ربي يعينه واللي يقرأ ربي ينجحه إن شاء الله، واللي مريض ربي يشفيه بإذن الله تعالى. رجعت لكم حبايبنا فيديو جديد، لكن حبايبنا قبل ما تشاهدوا هذا الفيديو قبل ما تستمتعوا به ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كذلك يعني حبيت نقول لكم انكم تعملوا لايك، يعني تعملوا جيم وتعملوا كومنتير وتشجعوني انكم تبارطاجيوا هذا الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي. جزاكم الله الف 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 خير. ويلا الان نتابع مع بعض هذا الفيديو. يلا. عدد جديد من برنامجكم اليومي نهار ترندينج، برنامج نحاول نسلط الضوء فيه على أبرز الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام وحتى تويتر. كالعادة نستهل عدد اليوم بالهاشتاج الأول. مشاهدينا، من منا لم يرغب يوما في أن يوصف بالبطل وأن تتصدر صوره صفحات الجرائد وتسرد بطولاته؟ حلم لا يتحقق للجميع، لكنه تحقق عند الشاب أمين مزورة، الشاب الجزائري المغترب في فرنسا والعامل في مجال توصيل. مشاهدينا، أمين تصدرت صورته وبطولته صفحات الجرائد الفرنسية بعدما أظهر شهامة كبيرة بالمخاطرة بنفسه لإنقاذ فتاتين ورجلين حاصرتهم ألسنة اللهب داخل مبنى بشارع جان جوريس كما يوضحه هذا. أهلا بك أمين في برنامج النهار ترندينج. أهلا وسهلا. البداية، هل يمكن لأمين أن يعرف الجزائريين عن نفسه وأيضا وضعية إقامته بفرنسا؟ تفضل أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. معكم مازور منور أمين، ابن الجزائر من ولاية سعيدة، 28 عام، متحصل على ماستر 2 في علوم نشاطات التربية البدنية والرياضية، ولاعب كرة قدم كاتيجوري في مولودية سعيدة، ولاعب رياضي في الأنبياء الصايدة، تحصل على الحزام الأسود. أمين، قرأنا وسمعنا بقصتك من خلال الجرائد والمواقع الإلكترونية، لكن هل يمكن أو رغبنا أن تسرد لنا تفاصيل الحادث وكيف قررت المغامرة بتسلق البناية والوصول إلى مكان الحريق؟ بداية كنت خدام في الليل، كنت نخدم ليفريزون، وصل في كوموند في لا ريجون جوريس 11:30 تاع الليل. ما كانش الوطن، الناس راكده 11:30 تاع الليل. شفت دخان كحل يخرج من واحد الباب، دخان بيزار، ماشي دخان تاع شيميلي ولا حاجه، دخان كبير. قريت اللوطو ودخلت، شفت النار بزاف. مين ما عنديش نيميرو تاع بومبيا او نيميرو تاع لابوليس، خرجت اللوطو وقعدت نكلاكسوني باش ينوضوا. هذيك هي، جاو الوطن من مورايا، ناضوا الجوارين وكاع، خرجوا من الدوزيام ايطاج فتاتين بوهم وامهم. عندنا هادي من الرقاد مخلوعين، ما مش عارفين شكاين. دخلنا الجهه الاخرى لقينا باللي كاين كراج، الثقه تاع وين يسكنوا هاد الفتاتين حداهم. طلعت انا في الكراج برومي ايطاج، خرجتهم من الثقه، خليناهم على جهه. انا نخرج فيهم ونسمع في الصراخ في البلافون. كان دخان بزاف يخرج من الثقه تاع البلافون، باسكو هنا في فرنسا البلافون تاعهم داير هكا، وهنايا تواقيو. اسيت باش نطلع، ما طلعت شي واحد 2 متر ولا، وطحت على ليبول تاعي، وقاعد يقولوا لي هذوك لي فرونسي ما تنجمش تطلع، ما تريسكيش بروحك. ما نجمش. طلعت دوزيام ايطاج، طلعت تروازيام ايطاج، طلعت فوق العماره المجاوره، بعدا نقصت وين كاين الحريق. قعدت نتمشى برجليا وبيديا، خايف لا نطيح باسكو كانت على الحاشيه. وصلت عندهم ما شفتهمش، هذاك الصراخ حبس، كانوا متغاشين. قعدت دخلت وجهي، ديجا ضربني الدخان، بديت نكح وكاع، والبومبيه ديجا جاو وقاعد يعاونوا فيا بلاطوش، باسكو ما جاش الماتريال، جاو غير بالك لوطو تاع بومبيه. دخلت يديت، لما لقيت يد جبدته عندي كان ثقيل بزاف، كان لازم عليا نضربه بصبعه ونشوف شكاين، لا راه ميت لا راه حي نجم نخرجه. انا نضرب فيه اللي حداه ناض ديجا، سمع، واللي قعدت نضرب فيه ضربته بجوج 3 ولا ما على بالي، مانيش حاسي. المهم قعد ضربناه كي انا والصديق تاعه. فاق
جبدناه آه، جبدناه جبدناه حطيناه، وزاد الصديق تاعه زاد خرج من الطاقه من النافذه، وبعدنا شويه على بليس باسكو كان لتحت كان النار بزاف، نشوف فيها وخايف، انا كنت خايف، مش عارف ربي شافينا الحمد لله. سلكنا، جاو لي بومبي داروا هذيك الدرا تحتها قعدوا شادينا خايفين لا نطيحوا، وكي خرج ديجا خرج الزاوج ديجا البومبي وصلوا بالماتريال تاعهم، جاو الشاحنه تاعهم، والشاحنه فيها لي زيسكالي تحرك هكا رفدونا. الحمد لله ربي وفقني وتسبى باش ينجو هاد المواطنين. الحمد لله. أمين، كيف كانت ردة فعلك عند اكتشاف أن هناك أشخاص في ألسنة في وسط ألسنة اللهب، وما عليك إلا الذهاب أو لإنقاذهم ما عفوا. خممت اختي العزيزه، ما خممتش اي جزائري تكون عنده هذه الشجاعه. احنا الشيء نتاعنا عندنا الني في الرجله، وما نبغوش انا كون خليتهم ورحت وبالك غدوه نسمع باللي ماتوا ما يخلينيش قلبي، كان خاصني ندخل ننقذ هذه العائله. الحمد أمين، لله. عمل البطولي الذي قمت به لن يختلف عليه اثنان، لكن هناك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا على أنك قمت بهذا العمل للحصول على مكافأة أم تهنئة من قبل السلطات الفرنسية. كيف يجيب أمين هؤلاء؟ الحمد لله شفت تعليقات ايجابيه ومنها سلبيه. بغيت نوضح هذو التعليقات السلبيه. الحمد لله انا تزوجت في البلاد وطلعت انا والزوجه تاعي ورانا مستقرين هنا في فرنسا، الحمد لله عندي اوراق اقامه وانتجريت مع هنايا، راني نقرا مانيش خدام بصح راني نقرا داير فورماسيون. الحمد لله هذا الامر اللي درته عمل انساني بيني وبين ربي، ما قارع اني طامع في ربي، ما الرزق على ربي، مانيش طامع باش يعطوني ولا ما يعطونيش. الحمد لله انا مثلت نفسي، مثلت المسلمين، مثلت الجزائريين، الحمد لله رباني راجل. الوالد تاعي وانا ولد شهداء، تبان لي ما كانش حاجه باش تقول باللي انا درت هاد الصوالح باش ندي ناسيوناليتي ولا نيش، باسكو راني نشوف لي كومونتير الحمد لله يا ربي صافي. أمين، هل تواصلت معك السلطات الفرنسية بعدما قمت بهذا العمل البطولي؟ ما نكذبش عليك اختي، عيطوا لي لي بومبي، عيطوا لي لا بوليس، حتى الان ما كان والو، المهم عيطوا لي داروا معايا رونديفو عندي لا بوليس باش ندير معاهم لونكات، ولي بومبي ما على باليش، المهم عيطوا لي ورسلوا لي لي ميساج وشكروني. الحمد لله ربي وفقني سبحانه. أمين، شكرا على هذا العمل البطولي، وستبقى مثالا لكل شاب جزائري. شكرا اختي العزيزه. شكرا. والآن مشاهدينا ننتقل إلى التعليقات بخصوص انتهى الفيديو حبايبنا، انتهى الفيديو. ان شاء الله عجبكم فيديو اليوم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات تانية، وانتم تكونوا بصحة وعافية وخير ونجاح وتوفيق يا رب العالمين. ونقول لكم تصبحون على ألف ألف خير وسعادة ونجاح بإذن الله. مع السلامة.